اليوم جبت لكم أكثر وصفة أو تحلية يديروها الأكثرية المشرق العربي، وخاصة معروفة، يعني وصفة لبنانية اللي هي ليالي لبنان. وصفة أكثر من رائعة، وهنايا خاصة في ألمانيا معروفة بزاف. ما كانش حانوت هنا يبيع الحلويات وما يبيعش هذه ليالي لبنان. راهي تحلية أكثر من رائعة، ما خسرت والو تجربوها، وأنا متأكدة أن خاصة يعني اللي ما راهمش في أوروبا هذه اكيد ما جربتوهاش. ما نقول لكم هذه فرصه لكم تجربوها وفي هذا رمضان ان شاء الله، واكيد رايحه تنال اعجابكم. انا ما علينا غير نقول بسم الله على بركه الله، ونقول لكم ما تنساوش تزوروني في قناتي على اليوتيوب ذوق وبنا كويتيليز. اول حاجه اللي نبداو هي الشربات. كاس تاع السكر يقابلوا كاس تاع الماء، ونديرو هكاك حوالي 2 إلى 3 مغارف تاع المزهر. انا درت الروح تاع المزهر، يعني قطره هكا تكفيني. يعني هنا ما تخافوش تقولوا راح تجيكم حلوه، عادي جدا. دوك كملوا برك معايا تفهموا. هنايا نسيو نخلطوه كامل هكا ونحطوه على النار. كي نشوفوه غلالنا نحسبوا له 10 دقائق ونطفوا عليه. بالنسبه هنايا يعني لازم يجينا ثقيل شويه كيما الشربات تاع زلابيه، يعني ما تجيش بزاف ثقيله ولكن تجي شاده روحها. من بعد هنايا نجو للخليط تاع التحليه هذه اللي نديرو فيه كاس تاع السكر. يعني الكاس اللي عندكم خدموا به، والكاس تاع السميد لازم يكون سميد متوسط. ونزيدو عليه مغرف كبيره ماشي معمره، يعني ممسوحه تاع المايزينا، تنجمو تستغناو عليها. مغرف كبيره تاع لافاني. وهنايا نديرو 5 كيسان تاع الحليب. وهنايا كيما قلت لكم بالنسبه للكاس تنجموا تخدموا بالكاس اللي راكم حابين تشدوا فيه. كيما تنجموا ديروه صغير ديروا في بلا صغير، كيما تنجموا ديروا تحليه يعني كبيره. انا ننصحكم انكم تجربوا قبل بكاس صغير، من بعد الى عجبتكم ديروها في كاس كبير. هذه هي. ومن بعد هنايا نسيو نحركوه. هنا يعني من بعد الكاسرونه هذه عاودت بدلتها، لان يعني جاتني صغيره ومقدرش نخدم بها اليز، بدلتها. هنايا نسيو نحركوهم كامل بارد على بارد، ونحطوهم على نار هادئه. لازم تكون نار هادئه، يعني لو كان تكون نار طالعه يعني راح يتحرق لكم من تحت وما تجيكمش ابدا بنينه. يعني روحوا لها غير بالعقل، حركوا 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 حتى وين تشوفوها تلمت لكم ولات لكم كيما العصيده ولا الحريره. يعني احنا قبل نقولوا لها سحر سميد، يعني توري لكم كيما هكا. من بعد نزيدوا عليها حوالي 5 مغارف كبار تاع المزهر. يعني هذه يعني لعشاق اللي يحبوا المزهر، هذه راهي بنينه بزاف. من بعد كيما قلت لكم نعاودوا نخلطوها كامل باش ندخلوا لها هذاك المزهر فيها، ونعاودوا نجو هنايا نرفدوا البلا اللي راح نخدموا فيه. نحطوا عليه شويه تاع الماء، ماشي زيت، الماء فقط. ولكن يعني الماء هذاك لازم من بعد تسيو، يعني ما تخلوش فيها الماء. دوك نقول لكم عليه. من بعد هنايا نسيو نحطوها كامل هكا في البلا تاعنا ونسقموها كامل كيما راكم تشوفوني انا ندير، ولا نتوما تنجموا يعني تخبطوا برك البلا تاعكم. وهنايا نرفدوا القشطه الطريه وما يقولوا لها، ولا ماشي يعني هذه ماشي كريم شانتي، هذه كريم إبس، يعني تجي كيما لا كريم شانتي ولكن تجي ثقيله، تجي كيما هكا كانها جبن. يعني راهي متوفره خاصه في الجزائر، يعني شفتها. وعلاش قلت لكم ما تكثروش الماء؟ باسكو شوفوا هنايا يعني في الحوافي هكا راه طلع لي شويه هذاك الماء تاع لو بلان. نتوما ردوا برك بالكم. من بعد هنايا نجو نسقموها، يعني لازم تسقموها بمغرف ولا اللي عندكم، ونجو نزينوها. هنايا يعني نخلوها حتى وين تبرد لنا شويه باش نديرو عليها القشطه الطريه هذه. يعني ما نديروهاش هكاك وهي سخونه سينو تذوب لنا. خلوها يعني غير في المطبخ حوالي نص ساعه، يعني حتى وين تبرد. ونجو نحطو عليها القشطه الطريه ونزيدو نزينوها. تنجموا تزينوها باي حاجه راكم حابين، يعني بنواد كوكو، ولكن هي الحقيقه تجيب البيستاش. ونعاودو نخلوها في الثلاجه، ما نخلوهاش يعني اقل من 3 ساعات، يعني 3 ساعات وطلع. من بعد نجو نقطعوها. انا يعني هنايا راني خليتها ساعتين برك باش نقسمها معاكم. يعني كان الليل قلت معليش ساعتين، نتوما يعني كتخلوها اكثر راح تشد اكثر واكثر.
شوفوا يعني كيفاش تجينا، صدقوني يعني بنينه بزاف، خاصة يعني اللي يحبوا الذوق تاع المزهر. انا زوجي يحبها ويموت عليها، افضل تحلية عنده. انا يعني نورمال تبني نورمال تحلية عادية، ولكن يعني اللي عندهم الذوق كيما زوج زاير رايحة تنال اعجابكم وتعجبكم بزاف، تنجموا تاني ديروها في لي فيغين ونجو نحطوا عليها هذاك الشربات اللي يكون اكيد بارد، يعني نديروه اكيد مسبقا كما قلت لكم، يجيكم ثقيل شويه وراهي قلت لكم بنينه بزاف، تجربوها يعني ما خسرتوا والو، يعني تذوقوا هكا تحليه تاع الدول الاخرى. كما قلت لكم هما يعني ما يستغنوش عليها، حتى السوريين يحبوها بزاف. هنايا معني غير نقول لكم استودعكم الله الذي احبكم فيه، سلام.